هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى في ساعة اليوم الأربعاء 24 من فبراير. هذا أنا صلاح محمد زين أحييكم، وزميلي يوسف بوليسي الذي أعد لنا نشرة الأخبار، وسيقرأ عليكم بعدها مقالا تحت عنوان أبعري تحميه شرائع الأرض والسماء. يليه الجزء الثاني من الملف الذي أعده القاضي سليمان صديق عن حقوق الإنسان وحالتها في إريتريا. وقتا طيبا ومفيدا أرجوه لكم. صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة في 61. وعلى الله وعلى الله وعلى الله ثورة في 61. نحن السجون قد دخلناها، نحن السجون قد دخلناها، من أجل أمن الأحباب، من أجل أمن الأحباب، من أجل أمن الأحباب، نحن العذابات شربناها. صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل مصلحة الملايين، صرنا من أجل كل الكادحين، صرنا من أجل كل الكادحين، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، ورفضنا كل ظلم واقع فينا، وعلى الله وعلى الله وعلى الله. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيجاد تكشف عن تورط مسؤولين إريتريين وسودانيين في عملية الإتجار بالبشر. توتر حاد بين الأهالي والقاطنين الجدد في مدينة بارنتو. تكرار الاعتداءات الإثيوبية على الأراضي الإريترية وعجز النظام عن صدها. منظمة بن تدعو لإطلاق سراح إدريس أبعري. إلى تفاصيل الأخبار. كشف تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الإقليمية إيجاد ومنظمة التنمية الاجتماعية المستدامة في القرن الإفريقي عن تورط أفراد من الحكومة الإريترية
وجهات مسؤولة في ولاية البحر الأحمر السودانية في أنشطة الإتجار وتهريب البشر في منطقة القرن الأفريقي. وأشار التقرير الذي جاء في 39 صفحة وصدر في 20 من فبراير الجاري تحت عنوان الإتجار بالبشر من القرن الإفريقي عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، أشار إلى ضلوع دبلوماسيين إريتريين وعناصر أخرى من الحكومة الإريترية في هذه الأنشطة الإجرامية. كما رصد التقرير المعد من قبل جهات فنية مختصة لقاءات أجراها يماني قبرآب المستشار السياسي للطاقية سياس مع بعض أفراد شبكة الإتجار بالبشر، منهم المدعو إفريم مسقنا، خلال زيارة يماني للسويد في العام 2012. هذا وسنوافيكم بمحتوى التقرير كاملا في برامجنا المقبلة. وفي خبر ذي صلة، شهدت إحدى المحاكم السودانية مداولات حول قضية لها علاقة بالإتجار بالبشر، حيث تعود القضية إلى معلومات وجدتها السلطات الأمنية السودانية تفيد بأن هناك شبكة إجرامية تعمل في تجارة وتهريب البشر بين دولة السودان وليبيا، وتستهدف ضحاياها من شريحة الشباب السودانيين والأجانب، وإنها نفذت عمليات كثيرة وهربت عددا كبيرا من الشباب. تشير التقارير الواردة إلينا من إقليم القاش سيتيت إلى زيادة التوتر بين السكان الأصليين الناطقين بلغة الكنامة والنارا والقاطنين الجدد الذين تم توطينهم من قبل الحاكم الأسبق للإقليم المدعو كحساي قبرهوت. وتعود أسباب التوتر إلى عهد الحاكم المذكور للإقليم الذي أجبر السكان الأصليين إلى مغادرة مساكنهم بحجة وضع الحكومة لخطط تستهدف بناء مرافق خدمية على أراضيهم، ولكنه بدلا من ذلك وزع الأراضي على أقاربه ومعارفه الذين استوطنوا بها، بينما ظل السكان الأصليون يعانون مرارة الحرمان من أراضيهم وممتلكاتهم طوال السنوات الماضية ولا يزالون. وتقع المنطقة المتنازع عليها جنوب مدينة بارنتو وشرق مقر إدارة محكمة الإقليم، وكان أغلب قاطنيها من الكنامة والنارا الذين سكنوا بالمنطقة قبل إنشاء المدينة. وعلى الرغم من لجوء أبناء السكان الأصليين العاملين في مرافق الدولة إلى جهات عديدة وتقديمهم للشكاوي المختلفة، وصلت إلى تقديم شكوى شديدة اللهجة إلى مكتب رئيس الطغمة الاستبدادية، إلا أنهم لم يجدوا التجاوب حتى الآن. والجدير بالذكر أن السيد فرانكو كبابا الذي يشغل في الوقت الراهن منصب المدير الإداري والمالي بالإقليم الجنوبي كان قد اعترض على تقرير قدمه الحاكم السابق للإقليم اللواء موسى رابعة في المنتدى الذي عقد بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال، وتغاضى فيه عن التطرق لمشكلة النزاع، وحينها طالب فرانكو بحل فوري للمشكلة قبل تفاقمها وتحولها لأزمة يصعب التنبؤ بتداعياتها، مما أجبر اللواء رابعة على الاعتراف بعدم معرفته بالمشكلة وحمل أسبابها للمدعو كحساي قبرهوت. وكان كحساي قبرهوت قد أمر أثناء توليه قيادة حكومة الإقليم الجنوبي بهدم مساجد تاريخية بمنطقة عد وقري الواقعة بمدينة مندفر يعود بناؤها لمئات السنين بنفس الحجة، وقام بتوزيع الأراضي على أقاربه ومعارفه أيضا، منفذا للسياسات الخاطئة التي تتبعها حكومة الاستبداد من حين لآخر لإطالة أمد حكمها وخلق البلبلة بين المواطنين. صرح مصدر عسكري رفيع بقوات الدفاع الإريترية لإذاعة المنتدى بأن القوات الإثيوبية قامت بالاعتداء على الأراضي الإريترية أكثر من مرة منذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، متخذة وجود قوات دمحيت المتبقية ذريعة لهجماتها على مواقع تقع ضمن السيادة الوطنية الإريترية. وأشار المصدر إلى تمكن القوات الإثيوبية في مطلع العام الحالي من دخول الأراضي الإريترية في منطقة بادمة دون أن تواجه بأية مقاومة من قبل القوات الإريترية المرابطة في تلك المواقع، بل كانت تحتلها لساعات طويلة وتنسحب إلى مواقعها داخل الأراضي الإثيوبية دون خسائر تذكر. وتعكس هذه الحالة الوضعية السيئة التي تعيشها قوات الدفاع الإريترية من حيث العتاد والأسلحة، فضلا عن انهيار المعنويات
بين أفراد الجيش نتيجة للسياسات الهدامة التي يتبعها النظام في تسيير أمور البلاد. هذا وتحاول حكومة الاستبداد التستر على الاعتداءات المتكررة التي تجري من قبل الإثيوبيين لإلمامها بضعف الإمكانات الدفاعية البشرية واللوجستية التي تسببت فيها سياساتها الرعناء، وتستمر في إخفاء الأخبار المتعلقة بهذه الاعتداءات عن المواطنين والمسؤولين أيضا. وينهمك النظام الاستبدادي وأجهزته الأمنية القمعية في التنصت على مكالمات المواطنين ومراقبة تحركات المسؤولين والبطش بهم واعتقال مختلف الفئات العمرية دون وازع أخلاقي أو قانوني، بينما يقض الطرف عن الاعتداءات المتكررة على الأراضي الإريترية في سبيل الحفاظ على سلطة الحاكم الأوحد وزمرته الطفيلية. وفي الخبر الأخير، دعت منظمة بن العالمية للتضامن مع الكاتب والسياسي الإريتري إدريس سعيد أبعري المعتقل منذ أكتوبر 2001. وقالت المنظمة في تقريرها: يعد إدريس سعيد أبعري واحدا من الكتاب السياسيين وأحد أشهر المحاربين القدامى في حرب الاستقلال الإريترية، والتي كانت سببا في إعاقته، وقد انتقد سياسة التعليم القائمة على لغة الأم في إريتريا. واعتقل وقيب أبعري بسبب شجبه لما قامت به الحكومة آنذاك من إلقاء القبض على مجموعة من السياسيين المعارضين الذين يطلق عليهم مجموعة ال15، حيث قامت تلك المجموعة من السياسيين بتحرير خطاب مفتوح موقع من قبلهم للمطالبة بالتغيير الديمقراطي. وانتقد إدريس أبعري في مقال كتبه قبل عدة أشهر من الاعتقال السياسة اللغوية التي تتبعها الحكومة الإريترية منذ حصول البلاد على الاستقلال، وأوضح خلال المقال إصرار الحكومة على فرض اللغة التيغرينية كلغة رسمية وحيدة في البلاد، بينما هي واحدة من 9 لغات مستخدمة في البلاد، وبذلك أضرت تلك السياسة التي تنتهجها الحكومة بمتحدثي اللغات الأخرى في إريتريا. كما انتقد المقال أيضا سياسة الحكومة القائمة على غلق المدارس التي تستخدم اللغة العربية في التدريس، واستبدالها بلغات الأم كأداة للتعليم في بعض المدارس. وحذر أبعري من خلق طبقتين مختلفتين، إحداهما متعلمة والأخرى جاهلة، على حساب الأقليات اللغوية الأخرى. ومنذ اعتقاله التعسفي في 2001 تم احتجازه في مكان سري والسجن انفرادي. وتعتقد منظمة بن العالمية أن وراء ذلك الاعتقال أهداف سياسية ومحاولة لخنق أصوات النقاد، وتدعو للإفراج الفوري للسيد أبعري. كما تطالب المنظمة الحكومة الإريترية بوقف الانتهاكات بحق حرية التعبير ووقف الممارسات المستمرة والاحتجاز الانفرادي للكتاب والصحفيين بدون محاكمة. كما ناشدت بن المنظمات والأفراد بتوجيه رسائل الاحتجاج والمناشدة لمكتبي الرئيس أفورقي ووزيرة العدل فوزية هاشم. انتهت النشر. وعلى النار
أبعري تحميه شرائع الأرض والسماء، بقلم الأستاذ محمد آدم. عظام من خزف عنوان لمجموعة قصص قصيرة ألفها المبدع الإريتري الأسير إدريس سعيد أبعري، فك الله مع رفاقه قيد أسره. وعظام من خزف قصة قصيرة تعالج بكثافة ودقة معاناة جرحى حرب التحرير الوطنية الإريترية، وفيها يغوص المؤلف بالوصف التفصيلي الدقيق لحالات الإصابات العميقة من تهشم العظام وتشققاته، ومن تمزقات الأعصاب وتلفها، ومن التشوهات الخلقية لجمال وجه الإنسان وحسن قوامه. وينطب مبدعنا الخلاق بالوصف الأدبي المميز لآهات وآنات الجرحى، ولا ينسى في خضم الأوجاع قفشات نكاتهم الساخرة عندما تشتد عليهم موجات الآلام في آناء لياليهم الطويلة المؤلمة وفي أطراف نهاراتهم البائسة. هو واحد من هؤلاء الأبطال قصف جسده في معارك التحرير، وهو لم يزل في ريعان شبابه، فتهشمت سلسلة عظامه الفقري ومزق لحمه وأتلفت أعصابه، فأصيب بعاهة شلل دائم، وظل في حياته يعاني نزيفا دمويا ونخاعيا مستمرا. وأبعري الوطني المبدع لم يستسلم لقدر الإعاقة الجسدية، ولم تعجزه العاهة المستديمة، ولم تشغله آلام النزف الدائم عن المقاومة والكفاح الوطني، فابتكر للمقاومة والكفاح أسلوبا آخر، وحمل سلاحا آخر غير سلاح المدفع والرشاش، فاعتكف منكفئا على نفسه يفكر بجدية وحماس، وهو ما زال ينزف دما ويقاسي ألام الجرح العميق في غير مكان من جسده الممزق بالرصاص. فقاده تفكيره ليجعل الكتاب رفيق دربه وأنيس وحشته، يستنطقه ويتدبر معانيه ويأخذ منه الحكم الموضعة فيه. وأبعري لم يجعل الكتاب صديقا له ليواسيه عما أصابه أو ليشغله عن آلامه وأوجاعه أو ليتسلى به في وقت فراغه الطويل، وإنما قصده منبعا للحكمة يستمد منه طاقة المعرفة الخلاقة، ويستنير به طريقا جديدا في مشوار مقاومته، ويستلهم منه أداة جديدة للتحريض على النضال، وأسلوبا نافذا لإصلاح الإعوجاج وتقويم الانحراف في صفوف الأصدقاء والأحباب. فحقق منه ما أراد، وانطلقت من سرير الإشفاء طاقات أبعري الإبداعية تتفجر. وعلى مدى سنوات الكفاح الوطني المرير ظل مقاوما جسورا، فعرفه شعبه محرضا سياسيا مقنعا وداعية إصلاح يتخذ من العقلانية المجردة سبيلا لدعوته. وعرفناه نحن أصدقاؤه كاتبا مرموقا يمتطي صهوة القلم ويطلق سهام الكلمات النافذة، فيصيب بدقة كبد الحقيقة بأسلوبه الأدبي المتعقل. وعرفناه هاويا امتهن العمل الصحفي يقتحم الزنازين والأقبية، ويجري تحقيقات صحفية موثقة ينشرها لقرائه. وعرفه الناس جميعا مصلحا وطنيا واجتماعيا بإبداعاته القصصية الرائعة، مما جعله جليسنا الدائم أينما كنا، في مكاتبنا، في مزارعنا، في خنادقنا، نستلهم منه أسلوبا جديدا في حياتنا، في التسامح وفي فن الاختلاف. فأين هو؟ أين هذا أبعري؟
في الثلث الأخير من ليلة ظلماء من ليالي سنة 2001 اقتحم جلاوز ملثمون غرفة نوم أبا عري وهو يغط في السابع نوم عميق بين أهله، فانتزعوه من وسطهم عنوة واغتادوه إلى جهة مجهولة، والراجح أنه يقبع في جحر انفرادي معتم يعاني مرارة الأسر المهين في ظروف تفتقد أبسط الحقوق الإنسانية، ويقاسي وحيدا آلامه المزمنة محروما من أي خدمة تجيزها كل الشرائع والأعراف والقوانين المدنية كالرعاية الطبية والاتصال بالأهل. ومن تلك الليلة المشؤومة يعيش أبا عري رهينا لا يعرف أحد مكان ارتهانه، بمن في ذلك أهله والمنظمات الدولية. لماذا اختطف أبا عري سرا؟ ولماذا يحتفظ به كل هذه السنين الطويلة رهينا في حبس مجهول وهو مناضل وطني أصيل وأديب ملتزم بقضايا شعبه وداعية إصلاح وتسامح بين الناس كافة؟ لماذا استبد السلطان الأحد بالرأي وبدأ يتخبط عشوائيا بهدف تغويض أي جهد يرمي إلى بناء دولة حديثة على أساس دستوري يرتكز على فصل السلطات، وبات ينتهك كل الحرمات وحجر على الناس حرية الكلام والتعبير، فأغلق الصحف المستقلة دفعة واحدة وزج بأصحابها والعاملون فيها من الصحفيين والكتاب، وعلى رأسهم أبا عري في المعتقلات السرية خلافا لكل الأعراف والقوانين المدنية. ولم يعد بطشه محتملا، فاستهجنا أفعال قمعه العشوائي، وبتنا ننادي الناس الطلقاء للاستنكار وللاحتجاج على القمع والتنكيل الشامل الذي يطال كل الفئات المعترضة على سياسة القمع والإقصاء، ودعونا للتضامن مع هؤلاء الأسرى، ومما يؤسف له على ماذا تدعوننا. هذه فقد كانت تأتينا ردود شامتة كأن يقول لنا بعض الناس: سلطتكم المتغولة وهؤلاء المعتقلون أصحابكم، ونحن ليس لنا دخل في الموضوع، وفي الدعوة كلها هي قطة تأكل أبنائها. دبروا أحوالكم مع قطتكم الآكلة واتركوننا وشأننا. كانت صدمتنا مريعة من إجابة من قصدناهم للتضامن مع بعيدا عن مشاكلكم. هل معقول أن يتنصل المواطن حر عن مسؤوليته الأسرى المخطوفين؟ وعدنا نسائل أنفسنا، ووطنه يلتهم حريق هائل ويغرق أهل له في برك من دمائهم، وحاكم مستبد يلوي أعناق الحقائق ورقاب الناس الأبرياء ويزج بالأحرار في المعتقلات السرية. لا يا جماعة، تذكروا، أليس أبا عري ومن معه من قادة الرأي؟ لا خير في أمة لا تحمي مبدعيها، القول المأثور. مبدعون فلما لا نحميهم من جور السلطان؟ وثقوا تماما لو آثر أبا عري ومن معه طريق السلامة الشخصية وتركوا وطنهم المدفوع إلى هاوية الضياع يغرق في دم أبنائه لو فعلوا ذلك لما أصابهم أحد بسوء، ولو ظلوا في مواقعهم وزراء وسفراء وقادة جيش، ولكنهم أحرار ضحوا بحريتهم ليأمن وطنهم في حاضره ومستقبله، وليعيش شعبهم حرا آمنا في وطن يفيء تحت مظلة القانون. بإرادتهم الحرة اتخذوا قرار مقاومة الاستبداد وأبوا انحناء قامة شعبهم الرفيع، وكرهوا أن تنكمش إرادتهم خوفا من الجلاد، فهم لم يكونوا فئة ضعيفة تستجدي التضامن منا، وإنما هم طليعة مقدامة افتدونا بحريتهم، فلهم الحق المطلق أن نقف معهم في محنة الأسر. وأبا عري لما حمل السلاح وقارع أعداء شعبه وأصيب بالعاهة الدائمة لم يكن يطلب مجدا شخصيا، ولما أبدع قصصه الإصلاحية وهو يعاني آلام الجرح لم تكن غايته الشهرة أو الكسب المادي. ومن هنا وبكل اطمئنان وراحة الضمير يمكننا أن نجعل أبا عري المناضل والكاتب المبدع
وجريح حرب التحرير المصاب بعاهة دائمة أن نجعله رمزا لكل الأحرار القابعون في المعتقلات السرية، ونضعه عنوانا بارزا لحملتنا المناهضة للاستبداد السياسي والاجتماعي. وفي مسعانا المقاوم سنجد سندنا كل شرائع الأرض والسماء، فأبا عري بصفاته تلك تكفي له شرائع الأمم الحرة الحماية والرعاية، وتجرم بنص القانون والأخلاق مختطفوه والمعتدون عليه. بقلم الأستاذ محمد علي. وفيما يلي نواصل قراءة الملف الذي أعده القاضي سليمان صديق عن حقوق الإنسان وحالتها في إريتريا تحت عنوان انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. جرائم زمرة إسياس. ارتكبت زمرة إسياس إبان الكفاح الوطني من أجل الاستقلال مجازر رهيبة بحق الكثير من المناضلين والوطنيين، وكانت تسارع دوما إلى اتهامهم بالتآمر، وأحيانا بنعتهم بالطابور الخامس أو خفافيش الظلام منكع، حيث جرت لهم محاكمات صورية مستعجلة وأعدموا أمام الملأ، لا لجرم اقترفوه أو إثم ارتكبوه، وإنما لمجرد اختلافهم في الرأي مع الدكتاتور. كما قامت هذه الزمرة إلى جانب ذلك بتصفية العديد من وحدات جبهة التحرير الإريترية وهي في مهمة استطلاع، وظل رئيس الطقم إسياس يبرر تلك الجرائم بقوله إنها أعمال فردية غير مقصودة، رغم أن الناجين القلائل من تلك المجازر كانوا يؤكدون دوما على أنها جرائم مدبرة. وهناك مآسي لم تتح للكثيرين فرصة الاطلاع عليها، غير أن من خبروا الدكتاتور بإمكانهم أن يتصوروا مستعينين بخيالهم حول المآسي وأساليب التعذيب المختلفة التي تعرض ولا يزال يتعرض لها العديد من الأبرياء على أيدي الزمرة الباغية. إلا أننا سنتناول فيما يلي بعضا من جرائم النظام القمعي الواقعية جدا، والتي نحسب أنها أبعد من كل خيال. جرائم الدكتاتور إبان فترة الثورة. كشف المقدم كيداني من قوات الدفاع الإريترية والعضو السابق في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا
عددا من أساليب الدكتاتور إسياس في تصفية المناضلين الذين يختلفون معه في الرأي، وشرح كيف تقوم بعد ذلك أبواقه بوصف الضحية بالمنتحر أو المخمور، وما إلى آخره من الأوصاف الملفقة والمشينة لسمعة الضحية المغدور به، إمعانا في تشويه الوقائع وتزييف الحقائق. وعلى الرغم من قسوة هذه الافتراءات وشدة وطأتها على النفس، إلا أنه ما من أحد كان يستطيع للأسف شجبها أو تفنيدها. ولعل الجميع يذكر كيف تمت تصفية الشهيد عبد الله داوود مسؤول الخدمة المدنية قبيل إعلان الاستقلال، وما ادعته يومئذ سلطات النظام في تقرير رسمي لها أن الشهيد انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه في الطريق العام، وأنه كان مدمنا للكحول، وهو ما يؤكد صحة ما يرويه المقدم كيداني عن أساليب الطاغية في طمس وإخفاء معالم جرائمه. كما بين المقدم السابق في الجيش الإريتري أن رئيس الزمرة اغتال عددا من المناضلين في الميدان، من أبرزهم الدكتور بإمنت زوج سكالومان قريوس الوزير حاليا في حكومة الطاغية، والمناضل محارق بري ميكائيل، والدكتور مكونن هايلي، والقائد إبراهيم عافا. ويقف المقدم كيداني طويلا أمام مشهد اغتيال الشهيد القائد إبراهيم عافا، ويتساءل أين رفاقه الذين قيل أنهم كانوا معه أثناء استشهاده، ولماذا لم يهلل العدو الإثيوبي بتمكنه من اغتياله. ويطرح كيداني عددا من التساؤلات ويفند الرواية الرسمية التي تزعم بأن عافا قد استشهد في حملة بحر نقاش. وهنا لابد أن نقول بأن هذه التساؤلات منطقية، وقد أثارها الشعب الإريتري من قبل ولم يجد لها إجابة مقنعة. لذلك ظل الكثيرون يتهمون أفورقي وجماعته بالضلوع في عملية اغتيال عافا، في حين ظل أفورقي يكرر بصورة ممجوجة نفيه القاطع للتهم الموجهة إليه، مدعيا أن الشهيد كان رفيق دربه وزميل كفاحه، وبعد التحرير لجأ إلى حيلة ربما تتضمن إجابة لكل هذه التساؤلات، حيث بنى مدرسة ابتدائية على أطراف قرية 13 على الحدود الإريترية السودانية، أطلق عليها اسم الشهيد إبراهيم عافا في محاولة يائسة منه تهدف لتبرئة ساحته. وفي الواقع أن الزمرة قامت بتصفية كل مناضل شريف داخل الجبهة الشعبية يشكل خطرا أو يصبح معارضا محتملا، وعلى رأسهم المناضل الشهيد إبراهيم عافا الذي تمت تصفيته في ظروف قامدة، وتم التستر على خبر استشهاده حتى انعقاد المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية في منطقة عريرب عام 1987، حيث ذرفت دموع التماسيح على استشهاده ودبجت القصائد، ووقف الجمع ترحما على روحه، وهي الطريقة التقليدية للنظام في توديع ضحاياه. قامت الزمرة أيضا بشن حملات تصفية على كل الفصائل الوطنية الإريترية بغرض الانفراد بالساحة، وبعد أن تمكنت من إزاحة الفصائل الوطنية من الساحة الإريترية بالتآمر والخداع، بدأت بملاحقة وتصفية قيادات وكوادر هذه التنظيمات في السودان. ولعلنا نذكر الشهيد سعيد صالح، والشهيد إدريس هنقلة، والشهيد ولد داوود تمسقن، والشهيد محمود حسب، والشهيد هيلا قرزة وغيرهم. كما قامت زمرة إسياس بمحاولة اغتيال فاشلة بحق كل من المناضل عبد القادر جيلاني، والمناضل عبد الله إدريس، والمناضل آدم خير في الشجراب بالسودان، والذي قاوم المهاجمين وراح ضحية هذه المحاولة عدد من أفراد أسرته. وكذلك قامت الطغمة بعد الاستقلال باختطاف عددا من قيادات وكوادر مختلف الفصائل الإريترية المقيمة في السودان، نذكر منهم على سبيل المثال للحصر المناضلين حامد بورت سودان، تخلى برهان والدباشاي، ومحمد علي حرامي تاي، وولد مريم بهلبي، وعثمان تشقير،
كما اختطفت الزمرة عام 1995 من إثيوبيا ماغوستس فماريام. وقامت مجموعة إسياس أيضا داخل الوطن إبان فترة الكفاح المسلح بممارسة عمليات التعذيب والتنكيل والقتل والاغتيال بحق الكثير من الأمهات والآباء الذين رفضوا التجنيد الإجباري للإناث في صفوف الجيش الشعبي واعترضوا على ممارساته. كذلك قامت الطغمة بمحاولات متعددة ومتكررة في بورت السودان لاختطاف المناضل سليمان هندي والذي انشق عن التنظيم، وحين فشلت في اختطافه لجأت الطغمة إلى محاولة تصفيته حيث أصيب في المحاولة لكنه نجا من الموت بأعجوبة. كل هذه المحاولات كان هدفها منع الهندي من إفشاء ما يعرفه من أسرار العصابة. جرائم الدكتاتور بعد استقلال إريتريا. دشن الدكتاتور عهد الدولة بشن حملة مسعورة ضد العلماء والمشايخ ومعلمي المعاهد الدينية وأئمة المساجد في كل من كرن وغردات وأسمرة وعد قيح وقندع وسنعفة بحجة أنهم طابور خامس أو إرهابيين، مع أنه لم يضبط أحدا منهم وهو يحمل سلاحا أو يمارس إرهابا، ولكنها التهمة الجاهزة الرائجة آنذاك في سوق النظام العالمي الجديد، حيث استغلها الدكتاتور بامتياز للتخلص من كل من اعتبره عدو حقيقي أو محتمل. ونذكر من هؤلاء حاج إدريس إمام مسجد عدردي، عثمان محمود علي إبراهيم قدم إمام المسجد الكبير في كرن، شيخ محمد إبراهيم شيدلي من مشايخ مدينة منصورة. كما اعتقل النظام من جماعة أنصار السنة المحمدية كلا من طه عبد القادر، محمود آدم صالح، أحمد سراج وغيرهم. ومن المعلمين نذكر محمود إبراهيم مالك المدرس بالمعهد الإسلامي بكرن، محمد طاهر إدريس عنققي المحاضر بمعهد تدريب المعلمين بأسمرة TTI، أحمد ضيف الله المدرس بالجالية العربية في أسمرة، مسمر حزوت المدرس بالمعهد الإسلامي بكرن، عبد العليم محمد علي زرقوم المدرس بمعهد وازنتة الإسلامي بكرن، وغيرهم من الآلاف الذين يقبعون في أقبية سجون النظام المختلفة منذ أيام الثورة. وبعد صدور مرسوم الخدمة الوطنية شرع النظام في حملة تجنيد واسعة النطاق للشباب خاصة في مدينة أسمرة. وعندما طلب أتباع ديانة شهود يهوه المعروفة بالجهوفا بإعفائهم من التدريب العسكري، جرى التنكيل بهم وتعذيبهم بصورة يندى لها جبين الإنسانية خجلا، فقد كان يتم حجزهم في مركز الشرطة بساوة في حجز خاص بهم وفي ظروف بالغة السوء، حيث كانوا يحرمون من الفراش كما كانوا يحرمون من الطعام والماء بالصورة الاعتيادية، إذ لم يكن مسموحا لهم في اليوم سوى بكوب من الماء وقطعة خبز واحدة. ولذلك كان منظرهم مرعبا أشبه بهياكل عظمية متحركة. وكان هؤلاء يضعون قطع من الأوراق المقوية تحت ملابسهم لتحميهم من برد ساوى القارس، كما أن شعر رؤوسهم كان يتساقط جراء النقص الفادح في الغذاء وعدم وجود وسائد أو فرش ينامون عليه، وكانوا دائما عرضة للتحكم والعقاب الجسدي والإيذاء اللفظي لأبسط خطأ يقع فيه أحدهم. هذا ويقوم جنرالات النظام ومنذ صدور مرسوم الخدمة الوطنية الذي يلزم الجنسين للالتحاق بالخدمة العسكرية بتحويل المجندات إلى خادنات أو خادمات لهم بصورة كيفية، في انتهاك صارخ لكافة حقوق الإنسان، حيث تقضي المحظوظات منهن فترة الخدمة التي لا تنتهي في أحسن الأحوال في تحضير وتقديم القهوة أو تجهيز الطعام للجنرالات. وهذا هو ما يسميه النظام بالخدمة الوطنية أو حملة الإعمار الوطني الشامل في البلاد.
كذلك قام النظام بإطلاق الذخيرة الحية على معوقي حرب التحرير حين عبروا عن مطالبهم بمسيرة سلمية في ماي حبار عام 1994، ولم يشفع لهم ما يعانوه من إعاقة أو ما قدموه من تضحيات وبذل للوطن، ولم يشفع لهم ما يعانوه من إعاقة أو ما قدموه من تضحيات وبذل للوطن. ولم تقف انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا عند هذا الحد، بل تعدته إلى اختطاف الآمنين من منازلهم دون أن يجرأ أحد للسؤال عنهم أو عن مكان وجودهم أو عن التهم المنسوبة إليهم، ولا يزال مصير معظمهم مجهولا حتى الآن. وبلغت قطرسة النظام أوجها حيث قام بتغيير راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية الأب أنطونيوس، وعين شخصا آخر خلفا له في سابقة هي الأولى من نوعها تجاه إدارة المؤسسات الدينية. والأب أنطونيوس يعيش حاليا تحت الإقامة الجبرية في منزله بأسمرة، وهذا التعيين الذي قام به النظام كان دون رغبة أتباع الطائفة الأرثوذكسية، فضلا عن أنه خرق لمبدأ فصل الدين عن الدولة الذي يعلنه النظام متبجحا صباح مساء. هذا وقد أقدم النظام على اعتقال قساوسة من الكنائس الأخرى، ومضت العنجهية بالنظام إلى حد إصدار تعليمات تمنع المجندين بالجيش من إقامة شعائرهم الدينية وإيقاع أقصى العقوبات الرادعة على كل من يخالف هذه التعليمات، مبررا ذلك بأن مثل هذه الممارسات الدينية في أوساط الجيش لا تدعم تعزيز الروح الوطنية في البلاد، ناسيا أو متناسيا ما يمارسه علنا من تخريب للوحدة الوطنية بتوزيع أبناء الوطن الواحد على أسس إثنية ودينية وجهوية. وقد ذهب ضحية تشبث بالمعتقدات الدينية وممارستها الكثير من الشباب المجند في صفوف جيش الدفاع الإريتري. ولما بات الوطن سجنا كبيرا لأبنائه بفعل ممارسات النظام الإجرامية، وشرع كل شاب يحلم بالفرار منه إلى دول الجوار، بدأ النظام باعتقال أولياء أمور الشباب الهارب، مطالبا إياهم بإعادتهم إلى الوطن أو دفع غرامات باهظة وصلت إلى 50,000 نقفة، وهو مبلغ لم يكن باستطاعة معظم أولياء أمور الطلاب دفعه، الأمر الذي أتاح للنظام فرصة لممارسة هواياته في فنون التعذيب والاعتقال والانتقام من الآباء والأمهات في انتهاك فادح لأبسط حقوق الإنسان. والجدير بالذكر أن الدكتاتور أنشأ عددا من السجون والمعتقلات في كافة أقاليم الوطن، نذكر منها سجن عد أبيتو، ومعتقل أدارسر، معتقل أجب في أسمرة، سجن عالة في مدينة دقمحري، سجن مدينة عد قيح، معتقل عصب العسكري، معتقل دهل الكبير، معتقل عراعيرو، ومعتقل إمباتكلا، سجن قحتيلاي، سجن قلعلو، سجن قدم، معتقل حدش معسكر، معتقل ماي عداقة، سجن ماي سروة، معتقل ماي تمناي في أسمرة، معتقل تهدسو، معتقل تسني العسكري، ومعتقل تراكبي، معتقل تصارات، ومعتقل ونجل مرمرة للتحقيقات، ومعسكر ساوة، وسجن ويعة، وغيرهم من المعتقلات التي لا يسعفنا الوقت لذكرها. ومن الحقائق المؤلمة أن النظام حين فشلت كل أساليبه وتدابيره في إيقاف الهروب الجماعي للشباب من الوطن، قام باستيراد ذئاب شرسة عام 2005 من كينيا بحجة حماية الحياة البرية في البلاد، وجرى نشرها في كافة المناطق على طول الحدود الإريترية السودانية. وكان الهدف غير المعلن لهذا الإجراء أن تفترس هذه الذئاب كل من تسول له نفسه الفرار من البلاد، وبالفعل راح العديد منهم ضحية لذلك الإجراء وطعاما لتلك الذئاب، ومع ذلك لم تجدي نفعا في إيقاف شلالات الهروب الجماعي، الأمر الذي جعل النظام يلجأ إلى أسلوب الإعدامات. وهكذا قام في عام 2006 بإعدام عدد من المواطنين في مدينة تسني رميا بالرصاص أمام الملأ بتهمة مساعدة الشباب للفرار إلى السودان تهربا من الخدمة العسكرية، وهم عبد الله أحمد،
سقاي والدكوراري، عبد السلام محمود، دبساي هبت سلوس، أمان إدريس، صالح محمود الحاج. كما تم إعدام آخرين في أطراف الحدود الإريترية السودانية في انتهاك واضح للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد. كما سبق للنظام أن أعدم العديد من الشباب في مختلف جبهات المعارك إبان الحرب الحدودية الإريترية الإثيوبية الأخيرة بتهمة الفرار من الجندية دون أن يردعه عن ذلك رادع أو يمنعه من القيام به وازع أو مانع من خلق أو ضمير. وسنواصل مع القاضي سليمان صديق في برامجنا القادمة. صوت المنتدى.
هذه نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. إيجاد تكشف عن تورط مسؤولين إريتريين وسودانيين في عملية الإتجار بالبشر. توتر حاد بين الأهالي والقاطنين الجدد في مدينة بارنتو. تكرار الاعتداءات الإثيوبية على الأراضي الإريترية وعجز النظام عن صدها. منظمة بين تدعو لإطلاق سراح إدريس أبعري. إلى تفاصيل الأخبار. كشف تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الإقليمية إيجاد ومنظمة التنمية الاجتماعية المستدامة في القرن الإفريقي عن تورط أفراد من الحكومة الإريترية وجهات مسؤولة في ولاية البحر الأحمر السودانية في أنشطة الإتجار وتهريب البشر في منطقة القرن الأفريقي. وأشار التقرير الذي جاء في 39 صفحة وصدر في 20 من فبراير الجاري تحت عنوان الإتجار بالبشر من القرن الإفريقي عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. أشار إلى ضلوع دبلوماسيين إريتريين وعناصر أخرى من الحكومة الإريترية في هذه الأنشطة الإجرامية. كما رصد التقرير المعد من قبل جهات فنية مختصة لقاءات أجراها يماني قبرآب المستشار السياسي للطاقية سياس مع بعض أفراد شبكة الإتجار بالبشر، منهم المدعو إفريم مسقنا، خلال زيارة يماني للسويد في العام 2012. هذا وسنوافيكم بمحتوى التقرير كاملا في برامجنا المقبلة. وفي خبر ذي صلة، شهدت إحدى المحاكم السودانية مداولات حول قضية لها علاقة بالإتجار بالبشر، حيث تعود القضية إلى معلومات وجدتها السلطات الأمنية السودانية تفيد بأن هناك شبكة إجرامية تعمل في تجارة وتهريب البشر بين دولة السودان وليبيا، وتستهدف ضحاياها من شريحة الشباب السودانيين والأجانب، وإنها نفذت عمليات كثيرة وهربت عددا كبيرا من الشباب. تشير التقارير الواردة إلينا من إقليم القاش سيتيت إلى زيادة التوتر بين السكان الأصليين الناطقين بلغة الكنامة والنارا والقاطنين الجدد الذين تم توطينهم من قبل الحاكم الأسبق للإقليم المدعو كحساي قبرهوت. وتعود أسباب التوتر إلى عهد الحاكم المذكور للإقليم الذي أجبر السكان الأصليين إلى مغادرة مساكنهم بحجة وضع الحكومة لخطط تستهدف بناء مرافق خدمية على أراضيهم، ولكنه بدلا من ذلك وزع الأراضي على أقاربه ومعارفه الذين استوطنوا بها، بينما ظل السكان الأصليون يعانون مرارة الحرمان من أراضيهم وممتلكاتهم طوال السنوات الماضية ولا يزالون. وتقع المنطقة المتنازع عليها جنوب مدينة بارنتو وشرق مقر إدارة محكمة الإقليم، وكان أغلب قاطنيها من الكنامة والنارا الذين سكنوا بالمنطقة قبل إنشاء المدينة. وعلى الرغم من لجوء أبناء السكان الأصليين العاملين في مرافق الدولة إلى جهات عديدة وتقديمهم للشكاوي المختلفة، وصلت إلى تقديم شكوى شديدة اللهجة إلى مكتب رئيس الطغمة الاستبدادية، إلا أنهم لم يجدوا التجاوب حتى الآن. والجدير بالذكر أن السيد فرانكو كبابا الذي يشغل في الوقت الراهن منصب المدير الإداري والمالي بالإقليم الجنوبي كان قد اعترض على تقرير قدمه الحاكم السابق للإقليم اللواء موسى رابعة في المنتدى الذي عقد بمناسبة الذكرى العشرين للاستقلال، وتغاضى فيه عن التطرق لمشكلة النزاع. وحينها طالب فرانكو بحل فوري للمشكلة قبل تفاقمها وتحولها لأزمة يصعب التنبؤ بتداعياتها، مما أجبر اللواء رابعة على الاعتراف بعدم معرفته بالمشكلة وحمل أسبابها للمدعو كحساي قبرهوت. وكان كحساي قبرهوت قد أمر أثناء توليه قيادة حكومة الإقليم الجنوبي بهدم مساجد تاريخية بمنطقة عد وقري الواقعة بمدينة مندفر يعود بناؤها لمئات السنين بنفس الحجة، وقام بتوزيع الأراضي على أقاربه ومعارفه أيضا، منفذا للسياسات الخاطئة التي تتبعها حكومة الاستبداد من حين لآخر لإطالة أمد حكمها وخلق البلبلة بين المواطنين. صرح مصدر عسكري رفيع بقوات الدفاع الإريترية
لإذاعة المنتدى بأن القوات الإثيوبية قامت بالاعتداء على الأراضي الإريترية أكثر من مرة منذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، متخذة وجود قوات دمحيت المتبقية ذريعة لهجماتها على مواقع تقع ضمن السيادة الوطنية الإريترية. وأشار المصدر إلى تمكن القوات الإثيوبية في مطلع العام الحالي من دخول الأراضي الإريترية في منطقة بادمة دون أن تواجه بأية مقاومة من قبل القوات الإريترية المرابطة في تلك المواقع، بل كانت تحتلها لساعات طويلة وتنسحب إلى مواقعها داخل الأراضي الإثيوبية دون خسائر تذكر. وتعكس هذه الحالة الوضعية السيئة التي تعيشها قوات الدفاع الإريترية من حيث العتاد والأسلحة، فضلا عن انهيار المعنويات بين أفراد الجيش نتيجة للسياسات الهدامة التي يتبعها النظام في تسيير أمور البلاد. هذا وتحاول حكومة الاستبداد التستر على الاعتداءات المتكررة التي تجري من قبل الإثيوبيين لإلمامها بضعف الإمكانات الدفاعية البشرية واللوجستية التي تسببت فيها سياساتها الرعناء، وتستمر في إخفاء الأخبار المتعلقة بهذه الاعتداءات عن المواطنين والمسؤولين أيضا. وينهمك النظام الاستبدادي وأجهزته الأمنية القمعية في التنصت على مكالمات المواطنين ومراقبة تحركات المسؤولين والبطش بهم واعتقال مختلف الفئات العمرية دون وازع أخلاقي أو قانوني، بينما يقض الطرف عن الاعتداءات المتكررة على الأراضي الإريترية في سبيل الحفاظ على سلطة الحاكم الأوحد وزمرته الطفيلية. وفي الخبر الأخير، دعت منظمة بن العالمية للتضامن مع الكاتب والسياسي الإريتري إدريس سعيد أبعري المعتقل منذ أكتوبر 2001. وقالت المنظمة في تقريرها: يعد إدريس سعيد أبعري واحدا من الكتاب السياسيين وأحد أشهر المحاربين القدامى في حرب الاستقلال الإريترية، والتي كانت سببا في إعاقته، وقد انتقد سياسة التعليم القائمة على لغة الأم في إريتريا. واعتقل وقيب أبعري بسبب شجبه لما قامت به الحكومة آنذاك من إلقاء القبض على مجموعة من السياسيين المعارضين الذين يطلق عليهم مجموعة ال15، حيث قامت تلك المجموعة من السياسيين بتحرير خطاب مفتوح موقع من قبلهم للمطالبة بالتغيير الديمقراطي. وانتقد إدريس أبعري في مقال كتبه قبل عدة أشهر من الاعتقال السياسة اللغوية التي تتبعها الحكومة الإريترية منذ حصول البلاد على الاستقلال، وأوضح خلال المقال إصرار الحكومة على فرض اللغة التيغرينية كلغة رسمية وحيدة في البلاد، بينما هي واحدة من 9 لغات مستخدمة في البلاد، وبذلك أضرت تلك السياسة التي تنتهجها الحكومة بمتحدثي اللغات الأخرى في إريتريا. كما انتقد المقال أيضا سياسة الحكومة القائمة على غلق المدارس التي تستخدم اللغة العربية في التدريس، واستبدالها بلغات الأم كأداة للتعليم في بعض المدارس. وحذر أبعري من خلق طبقتين مختلفتين، إحداهما متعلمة والأخرى جاهلة، على حساب الأقليات اللغوية الأخرى. ومنذ اعتقاله التعسفي في 2001 تم احتجازه في مكان سري والسجن انفرادي. وتعتقد منظمة بن العالمية أن وراء ذلك الاعتقال أهداف سياسية ومحاولة لخنق أصوات النقاد، وتدعو للإفراج الفوري للسيد أبعري. كما تطالب المنظمة الحكومة الإريترية بوقف الانتهاكات بحق حرية التعبير ووقف الممارسات المستمرة والاحتجاز الانفرادي للكتاب والصحفيين بدون محاكمة. كما ناشدت بن المنظمات والأفراد بتوجيه رسائل الاحتجاج والمناشدة لمكتبي الرئيس أفورقي ووزيرة العدل فوزية هاشم. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.